السلام بأحلى تعبير الكلام وبكل لغات العالم. نلتقي في فيديو جديد متجدد نسلط فيه الضوء على المنتخبين أو على المنتخب الجزائري محارب والصحراء، منتخب الأسود التي تزأر بلا هوادة، أسود شمال إفريقيا المفترسة. قبل البدء في الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، عمل لايك للفيديو، ترك تعليق تشجيعي ونقد بناء ليصلكم الأفضل الأحسن الأجود الأكمل الأمثل الأبهى الأنقى الأسمى الأحلى الأحدث والأروع دوما. محارب والصحراء، أسود شمال إفريقيا التي لا تتوقف عن الزئير، الأسود التي تستعد لدخول أقوى منافسة وغمار منافسة عالمية، كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، شهر جوان 2026، وبالتحديد من مدينة وولاية رقم 34 بالولايات المتحدة الأمريكية، ولاية كنساس سيتي. الجزائر القارة سيدة المتوسط التي ستتواجد ضمن المجموعة العاشرة رفقة أبطال العالم منتخب التانغو وقائده البرغوث ليونال ميسي، منتخب الأرجنتيني رفقة المنتخب النمساوي، والأردن الشقيق قائد كتيبة المحاربين فلاديمير بيتكوفيتش الذي لعب مباراة قوية وتكتيكية عالية المستوى بضغط عالي جدا وأداء جد محترم للاعبين، ما عدا بعض النقائص التي سيتداركها في مباراة هولندا بمدينة روتردام يوم 3 جوان مقبل. وحسب رأيي ستكون البروفة الثانية لضبط إيقاع المحاربين لدخول مباراة الأرجنتين، وسيكون هناك تغيير بسيط، نفس الخطة ب3 محوريين وتغيير وحيد، وهو دخول الفنان الساحر أنيس حاج موسى مكان حوسام عوار الذي كان الحلقة الأضعف في مباراة الأورجواي. والتشكيل الأساسي سيكون كالآتي: في حراسة المرمى سيكون لوكا زيدان ابن الأسطورة زين الدين زيدان. المحوريين الثلاث سيكون كل من زين الدين بالعيد، عيسى ماندي ورامي بن سبعيني. الظهيرين سيكون على الجهة اليسرى ريان أيت نوري، وعلى الجهة اليمنى رفيق بالغالي أو أشرف عبادة. وسط الميدان سيكون من الثلاثي المتوهج هشام بوداوي، فارس شيبي، والظاهر إبراهيم مازا. وفي الهجوم سيكون المتألق في الهجوم أمين قويري نجم نادي مارسيليا أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وأنيس حاج موسى نجم فاينورد روتردام الهولندي. هذا هو التشكيل الأساسي الذي سيدخل حسب ظني 99% سيكون التشكيل الذي سيدخل مباراة الأرجنتين ومباراة هولندا، وسيكون متواجد في مباراة النمسا. وسنعود على حسب ظني أن مباراة النمسا ومباراة الأرجنتين سنلعب ب3 محورين وخطة 3-5-2، وسنعود إلى الطريقة التي يحبذها لاعب المنتخب الجزائري 4-3-3 ضد الشقيق المنتخب الأردني. رياض محرز سيكون لن يلعب أساسي ضد الأرجنتين والنمسا، وسيكون متواجد كأساسي ضد المنتخب الشقيق الأردني حسب غالبية ظني. في الأخير تقبلوا مني أحلى سلام.